ترى عمرك سألت نفسك سؤال غريب شوية؟ هو احنا ليه بنضيع نص عمرنا واحنا بنعمل بحث او سيرش على النت؟ وهل ممكن يجي يوم نلاقي فيه حاجة بتفكر مكاننا وتدينا الزيتونة من غير ما نفتح ولا لينك؟ السؤال ده هجاوبك عليه بس في اخر الفيديو. بس ركز معايا دلوقتي. حياتنا النهاردة بقت عبارة عن مجموعة من التطبيقات، بنصحى وننام على تطبيقات بتنظم وقتنا، وتطبيقات بتوصلنا ببعضنا، وتطبيقات بتخلينا نكسل نشغل دماغنا حتى. بس الحقيقة ان التكنولوجيا دي سلاح ذو حدين، يا اما تخليك انتاجي وسريع، يا اما تسحلك في دوامة تضييع وقت. وعشان كده النهاردة قررت اعمل لك ريفيو واقعي جدا وبدون اي تجميل لتطبيق قلب الدنيا بقاله فترة، محمله 500,000 مستخدم. هو Find It Faster ACR Search. بسرعة كده تعالوا نشوف هو فعلا بيسرع حياتنا ولا دي اشتغال جديدة. بصوا يا جماعة، انا نزلت التطبيق دوت بقالي اسبوعين، وقررت استخدمه كمتصفح اساسي بديل لكروم وسفاري، وعيش التجربة كاملة. اول ما تفتح التطبيق هتنبهر بالشكل، والواجهة نظيفة جدا رايقة، مفيش زراير كتيرة ولخبطة، تحس انك داخل فندق 5 نجوم. مش متصفح نت. الميزة الاساسية اللي بيبيعوا بيها التطبيق هي حاجة اسمها براوزر فور مي، يعني دي باختصار انك بتكتب اللي بتدور عليه بدل ما يطلع لك لينكات كتير وتفضل تدخل وتخرج. التطبيق بيستخدم الذكاء الاصطناعي يقرا هو اللينكات دي ويلخص لك الموضوع في صفحة واحدة منسقة، كأنه واحد صاحبك بيحكي لك الحكاية. وهنا بقى حصلت معايا المشكلة او الغلطة اللي مش عايزك تقع فيها. انا اول ما انبهرت زيك كده وبقيت اعتمد عليه عمياني، بكتب السؤال واخد الاجابة وامشي، لحد ما في مرة كنت بدور على مواعيد اطارات ومواعيد عرض فيلم معين، والتطبيق اداني مواعيد غلط تماما. لما رجعت المصادر اكتشفت ان الذكاء الاصطناعي ساعات بيهيس او بيهلس وبيجيب معلومات قديمة. فالغلطة هنا انك تتعامل معاه انه مصباح علاء الدين. لازم دايما تبص على اللينكات الصغيرة اللي بيحطها، وتتأكد من المصادر، خصوصا في المواعيد والمعلومات الحساسة او اللي فيها فلوس ومواعيد. نيجي بقى للمميزات الحقيقية اللي خلتني متمسك بالتطبيق ده. سريع بشكل مرعب، وفيه مانع اعلانات مدمج، بيشيل كمية دوشة مش طبيعية وانت بتقرا مقالات. وكمان فكرة ان الكيبورد بتفتح اول ما تفتح التطبيق، دي بتوفر ثواني كتير، بحيث ان التطبيق فاهم انا عايز ايه قبل ما اطلبه. وفي ميزة اسمها اوتو ارسيف شيف، بيقفل التابات القديمة لوحده عشان الزحمة. بس تعالوا بقى نتكلم بصراحة ومن غير تطبيق. التطبيق على اندرويد لسه مش بنفس قوة الايفون، في شوية تهنيج بسيط لاج بيحصل لما تفتح صفحات تقيلة، والانيميشن مش سلس قوي زي ما المطورين بيوعدوا. وده مش رأيي لوحدي، انا دخلت قلبت في التعليقات المستخدمين على البلاي ستور ولقيت خناقة، ناس طايرة بيه وناس بتشتكي. واكتر تعليق لايك وتفاعل كان مستخدم بيقول فكرة التطبيق عبقرية وفعلا بيتغير طريقة استخدامنا للنت، بس نسخة الاندرويد محتاجة شغل كتير على الاستقرار، والبطارية بتسحب بسرعة شوية مقارنة بكروم. وفعلا لاحظت ان موبايلي سخن شوية مع الاستخدام التقيل للتطبيق. طيب ازاي تستخدمه صح؟ نصيحتي ليك استخدمه ميزة براوزر فور مي لما تكون عايز تعرف معلومة عامة، شرح موضوع تاريخي، طريقة عمل أكلة. لكن لو بتدور على منتج تشتريه أو خبر عاجل، استخدم البحث العادي جوجل سيرش من جوه التطبيق عشان تضمن الدقة. لو حسيت ان التطبيق ده مش مناسب ليك او تقيل على موبايلك، فالبدائل المتاحة قوية جدا. عندك تطبيق بريفلكست بريفلكستي، وده وحش الذكاء الاصطناعي في البحث ودقيق جدا. وعندك متصفح برايف، ولو همك الخصوصية ومنع الإعلانات ومش فارق معاك الذكاء الاصطناعي قوي. نرجع بقى للسؤال الغامض اللي سألته لك في أول الفيديو، هل ممكن يجي يوم نلاقي حاجة بتفكر مكاننا؟ الإجابة هي إن اليوم ده هو النهاردة. تطبيق AR Search هو البداية، بس الخطورة مش في إنه الآلة بتفكر مكاننا، الخطورة إننا نكسل إحنا نفكر ونرجع وراها ونراجع وراها. جرب التطبيق وقولي في الكومنتات، هل فعلا هيقدر يخليك تمسح جوجل كروم، ولا هترجع للي تعرفه أحسن من اللي متعرفوش؟ لو عجبك الفيديو واستفدت من القناة، شير ولايك وسبسكرايب.